السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ كان عندي نجفة بتاعت أوضة الأولاد عندي. بصراحة أنا مكنتش عايزاها، فبدل ما ارميها جت في دماغي فكرة ليها حلوة جدا، فكرة ديكور حلوة قوي. أنا فككتها كلها من بعضها، تمام، وخدت منها دول، خدت منها الجزئين دول. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. زي ما احنا شايفين كده، انا لزقت اول سنتي في الازازة من فوق بالغيرة، حطيت عليه غيرة، وبعد كده حطيت عليه الجليتر زي ما احنا شايفين، وحددت السنتي دوت باللزق اللي هو الشكرتون دوت عشان يبقى مظبوط، السنتي مظبوط، ما يبقاش طالع ونازل كده. بعد ما خلصت ببتدي اشيل اللزق زي ما احنا شايفين كده، علشان بس ايه يبقى متساوي، متبقاش حته طالعه وحته نازله، يبقى ايه واخده اول سنتي كله بالشكل اللي احنا شايفينه ده. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما شلت اللزق هاجي عند اخر الحرف من تحت والزق الاستراس اللي معايا ده. اي استراس عندك، ولو حابه تسيبيها كده اوكي مفيش مشكله، مش لازم تلزقي، بس انا بوريكي انا عملت ايه. على فكره بمناسبه دخول المدارس بقى، طبعا احنا عارفين يعني توك المدرسه دي بتعمل لنا ازمه، برضو هبقى اعمل لكم ان شاء الله فيديو اوريكم كام فكره كده لكذا توكه تعملوها، توفروا بيها كتير، وتغيروا برضو ايه، وتغيروا في التوك اللي عندكم اللي عندها بنوته، واديكم شويه افكار حلوه يعني لتوك برضو، اطواق واساتك وكل حاجه. تمام، انا كده لزقت عليها الاسترس بالشكل ده، حاجه رقيقه وبسيطه، وما غيرتش برضو في شكل الايه، في شكل الازازه. تمام، هنا مكان الاخرام دي انا عايزه اداريها، فانا ممكن ان انا احط اي حاجه بقى عندك لولي زي ده كده، اوكي، عندك مثلا حاجه زي دي كده، استرس زي ده كده برضو شغال تمام، اي حاجه عندك. زي ما احنا شايفين كده هي مفتوحة من تحت، انا عايزة اقفلها علشان احط جواها زرع اخضر، فجبت فيل زي ده كده وقصيت على قد الدايرة بتاعته قطعة زي دي كده، تمام كده. هات الزرع اللي جوه اللي كان فيها. هنعمل التانية برضو بنفس الشكل زي ما عملنا الاولانية بالظبط. حطينا القاعدة، هنبتدي نحط الورد الزرع كده،
وبكده حبايبي تكون خلصت الفكره بتاعتنا النهارده. اتمنى يا رب تكون عجبتكم، وعملنا حاجه جميله قوي من حاجه كنا هنرميها ما كناش مستعملينها. ولو عجبكم الفيديو متنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وتشجعوني بقى بتعليقاتكم الحلوه. عايزه اعرف اراءكم ايه في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد وفكره جديده. السلام عليكم ورحمه الله.